السلام عليكم. في الفيديو ده هنقول شوية ستيبس كده او نصائح هتساعدني ان انا اعرف احل مسائل الريكيرجن. طيب في البداية خلينا كده نعمل ريكاب للريكيرجن. الريكيرجن ايه؟ الريكيرجن دي فانكشن. الفانكشن بتعمل ايه؟ بتعيد استدعاء نفسها. تمام. هتعيد استدعاء نفسها لحد متى؟ لحد ما توصل ايه لشرط معين، وساعتها ايه هتتكسر، يعني هتبطل استدعاء نفسها. طيب مش انا بقول لك استدعاء نفسها؟ معنى كده يبقى ايه اللي هي نوع من انواع الريبيتيشن. ايه هي الريبيتيشن؟ اللي هو التكرار بالظبط، اللي هي زي اللوب. يبقى معنى كده لما كانت عندي الريبيتيشن اهو، عندي اللوبس كمان هيضاف لها ايه؟ الريكيرجن. طيب احنا قلنا الريكيرجن دي عبارة عن فانكشن. طيب واحنا كمان بنعرف نكتب الفانكشن. طيب بس احنا كده الفانكشن ريكيرجن ليها حاجة تميزة. ايه هي بالظبط؟ مش احنا كنا بنقول بتعيد استدعاء نفسها اهو؟ يبقى معنى كده اللي انا هعيد استدعاء نفسها. طب معنى ايه هو المعنى اللي بيرمز ليه الاستدعاء نفسها؟ اللي هو ريكيرسيف كول. طيب كمان عندي حاجات كده. الريكيرجن بتتكون من ايه؟ عندي حاجه اسمها بيس كيس، وعندي ستيتمنت دي ممكن تكون موجوده او ممكن ما تكونش موجوده، وعندي ريكيرسيف كول، وكمان الريتيرن تايب، ودي ليها اهميه خلينا بس نتكلم عليها ايه بعدين. طيب عندك انت في الريكيرجن هنا استخدمت الريتيرن تايب ايه؟ void. طب ليه؟ لانك انت كنا بنستخدم void. هل انت هترجع قيمه؟ انت الريتيرن مثلا انت بتستخدمها متى؟ لما تكون عاوز ترجع قيمه، في النهايه هتقول له ايه؟ ريتيرن مثلا واحد. تمام. طيب لكن انت هنا في الفويد هترجع حاجه لما انت بتقول لك عاوز اطبع نصائح الحل الريكيرجن، مش هترجع حاجه. فعشان كده انت ايه؟ هتكتب ايه؟ void. دلوقتي عندي ايه؟ عندي عاوز اطبع نصائح لحل مسائل الريكيرجن 5 مرات. طيب مش انا بقول لك 5 مرات بالظبط؟ يبقى معنى كده ايه؟ التكرار، وعشان كده استخدمت اللوب كمان. لكن احنا عرفنا اللي كمان اللي هو من انواع التكرار الريكيرجن، يبقى ايه؟ هتستخدم كمان ليها حل تاني ايه؟ بالريكيرجن. طيب ده الحل العادي اللي هو بتاع اللوب. طب تعالوا نشوف بقى الريكيرجن هيكون ازاي. خلينا هنا متفقين ده كونديشن، وده انكريمنت، وده الانيشاليزيشن. طيب كنا بنقول اول لما الكونديشن ده يبقى فولس ساعتها هوقف. طيب شوف اول لما عندك انت الريكيرجن هنا ايه اللي هيحصل فيه؟ ده كود الريكيرجن. طيب هنا عندي كونديشن. اول لما الكونديشن ده يبقى بترو، يعني اول لما يكون الستيت دي ب5 او اكبر، يبقى ساعتها هتقول له ايه؟ ريتيرن. معنى ايه ريتيرن؟ ريتيرن مع فانكشن من نوع فويد. انت الكلام ده انت عارفه، اول لما بتكتب فانكشن الفويد لازم تكون في اخرها ريتيرن، واول لما كنتش بتشوف الريتيرن كان ساعتها بيحصل ايه؟ كانت الفانكشن بتموت. عشان كده اي حاجه بعد الريتيرن مش بتتحسب بالظبط. يبقى ايه؟ يبقى الكونديشن هنا اول لما بيبقى بترو الفانكشن الريكيرجن ايه؟ هتموت. طيب عندي هنا الريكيرسيف كول. ده الريكيرسيف كول هنلاحظ ايه في الريكيرسيف كول؟ بنقول له ايه؟ الستيت زائد واحد، اللي هو الستيت اللي هو البارامتر زائد واحد. هل الكلام ده مش بيفكرك بحاجه؟ بالظبط، اللي هو ايه؟ الانكريمنت. هنا كنا بنقول له ايه؟ اي زائد واحد. هنا هنقول له ايه؟ الستيت اللي هو البارامتر زائد واحد. طب ايه هو البارامتر زائد واحد؟ بيقول له انت هنا الريكيرجن. اول لما اشوف الريكيرجن ده اسم الفانكشن، يبقى انت بتعمل ايه؟ بتنادم على الفانكشن زي ما انت كانك جوه المين. اول لما تبقى عاوز تنادم على اي فانكشن فوقيها بتقول بتكتب ايه؟ اسمها. طيب ايه الفرق بين ان انا هكتب اسم الفانكشن جوه اسم الفانكشن نفسه جوه الفانكشن نفسها؟ لا ده انت بتعمل استدعاء ذاتي للفانكشن، لسه الفانكشن ايه؟ بتستدعيها تاني، والفانكشن لسه ايه؟ ما ماتتش. طيب تمام. ودي بقى الستيت. ايه هي الستيت؟ اي حاجه انا عاوز انفذها. يعني هنا كان بتخش مثلا الستيت مثلا بواحد، هتخش هي بدي بترو، لا مش بترو، يبقى هتستدعي هتنفذ السطر ده. وبعد كده الستيت باتنين، وهكذا لحد ما تكون الستيت ب5. ساعتها ايه؟ هتبقى بالظبط هتجيب الريتيرن، يبقى اي حاجه تحتها ايه؟ هتموت. وكده الفرق بين الريكيرجن وبين اللوبس. هنبدا بقى دلوقتي نقول ايه هي الستبس اللي احنا هنبدا ايه؟ نمشي عليها. اول حاجه لما اشوف مساله ريكيرجن اروح اعمل لها ارسم التري. تمام اهو التري. اول حاجه عندي التري. طيب ايه هي التري؟ التري دي عباره عن شجره. اول لما هاخد مساله الريكيرجن هروح ارسمها. طب ليه؟ لان دي هتساعدني اللي انا هفهم هنفذ ايه في بالظبط في الكود. وكمان مش بس كده، لا دي كمان هتساعدني ان انا افهم المساله ايه اكتر. وطالما انا عرفت هنفذ ايه بالظبط، الكود هيبقى ايه؟ سهل عليا. يعني زي ايه مثلا؟ زي ما اقول لك انت هتاخد نمبر. تمام اهو هنا هاخد تيك نمبر.
تمام، واضربه في 10 او 20. هنا المفروض اور او 20. طب الكلام ده هيكون ازاي؟ هيكون صعب انك انت تفهمه كده. فنفترض مثلا النمبر هيكون ايه بواحد، فانت هيكون ايه خدت واحد، فانت قدامك حاجه من الحاجتين، لا اما تضربه في واحد، لا اما تضربه في 10، لا اما تضربه في 20. لو ضربناه في 10 هيبقى هنا 10 وهنا 20. طيب وهكذا. عندك انت دلوقتي بقى النمبر بتاعك بقى 10، لا اما هتضربه في 10 هيبقى يتحول ل100، لا اما هتضربه في 20 هيتحول ل200. تمام. وعندك ال200 لا اما هتضربها في 10 يبقى ساعتها هتبقى 200، لا اما هتضربها في 20 ساعتها هتبقى ب400. وهتفضل كده ايه تكرر نفس ايه النظام. فانت كده لما هتيجي تكتب كود، اللي هو الكود هيكون ازاي؟ جينا كتبنا الكود بتاعنا، الكود هيكون ايه؟ مش احنا كنا بنقول في التري لا اما انت هتاخد الرقم تضربه في 10 لا اما هتضربه في 20؟ بالظبط. يبقى انت عندك طريقين، صح كده؟ بالظبط. معنى طريقين يبقى ايه بالظبط؟ اتنين ريكيرسيف كول. انت هنا عندك النمبر لا اما ضربته في 10 لا اما ضربته في 20. طبعا هنا احنا ناقص ايه البيس كيس. طيب لما انت كده كتبتها في ايه فتحت مداركك انك انت هتعرف تعمل ايه. لما رسمت التري هتعرف تكتب ايه في الكود بالظبط. طيب والبيس طبعا هو هيديك البيس كيس وعلى اساسه ايه هتكتب البيس كيس والموضوع هيبقى ايه سهل. طيب دي كان اول ستيب. كمان انا ممكن يكون عندي ايه في التري، ممكن يكون في الريكيرسيف كول ممكن يكون عندي مثلا، احنا هنا اتفقنا ان احنا هيكون عندنا مشينا يمين ومشينا شمال، عندي طريقين. طب ممكن يكون بس عندي طريق واحد. زي ايه؟ زي مثلا لما اقول لك اطبع لي الفاكتوريال بتاع النمبر، مثلا لما اديك مثلا نمبر 5 واطبع لي الفاكتوريال بتاعه. فانت عارف انت الفاكتوريال اللي هو مجموع ايه مضروب الارقام من 5 لحد الواحد. فانت هتقول له 5 وبعد كده استدعي لي الاربع وبعد كده استدعي لي التلاتة وبعد كده استدعي لي الاتنين وبعد كده استدعي لي الواحد. واول لما انت وصلت للواحد كده وصلت للبيس كيس، فساعتها هترجع تاخد ناتج الفانكشن دي وبعد كده ترجع تاخد الناتج وهكذا، وترجع لحد ما توصل للاصل. فانت هنا عرفت انك انت هتمشي ايه 1 بي 1 طريق واحد بس. فانت لما هتيجي تكتب الكود هيتكتب بيكون ازاي؟ هيكون بس حاجه واحده بس. انت اتفقت اللي هو النمبر ريكيرجن هيكون النمبر في الرقم اللي قبله. تمام. اهو عندي ريكيرسيف كول واحده بس. طيب تمام جدا.